لكن كان لازم تدخل قوي عشان يمنع الكوارث اللي ممكن تحصل، وده اللي هنشوفه في فيلم النهارده. بيحكي فيلمنا عن بشر عندهم قدرات خارقة وبيحاولوا انهم يستخدموها ضد البشر العاديين. بيبدأ فيلمنا بشخص اسمه جاك جيفرز وهو متحاصر من 7 رجالة وبيحاولوا يقتلوه، لكن قبل ما يقتلوه بيجي شخص يلحقه من الناس دي وبيقتلهم كلهم واحد ورا التاني وبيسيب جاك للآخر. بس بنعرف بعدها انه ساب جاك للآخر مش عشان ينقذه بل عشان يقتله، لان جاك هو اللي قتل ابنه، وبيفضل جاك يتحايل عليه عشان ما يقتلهوش لكنه في الآخر بيقتله. لكن بعدها بكام سنة بيحصل حاجة اسمها نبض، وهي عبارة عن موجات دمار شامل عبر العالم، وكمان كم كبير جدا من الإشعاع اللي بيموت كتير جدا من الناس. وهنا بيظهر عدد كبير من الناس اللي عندهم قوات خارقة وبيدمروا كل حاجة يشوفوها قدامهم. وبعدها بنشوف أول حد كان عنده قوة خارقة، واللي كانت إنه بيتحكم في الكهرباء وبيقدر يعمل تيارات كهرباء كبيرة جدا كفيلة انها تدمر اي حاجة قدامها. وفي الوقت ده اثناء ما كان العالم كله مقلوب، بيقرر الجيش الامريكي انه يتعامل مع البشر المعززين على انهم اسلحة بيولوجية تفيدهم في الحروب وغيرها. وبالفعل بتقدر القوات الامريكية انها تجيب عدد كبير جدا من البشر المعززين في مكان واحد ويحتجزوهم على ما يبنوا ليهم سجن مخصص، واللي اسمه سجن سان تيبرون او اوبر ماكس. وده بيكون اول سجن في العالم يحتوي على البشر اللي عندهم قوة خارقة. واول واحد بيتحبس في السجن ده هو والتر، واللي اسمه المنتقم كمان، وده جريمته انه استخدم قوته الخارقة وقتل بيها فوق ال50 راجل مجتمعين عليه لوحده، وبيتحكم عليه بالسجن طول حياته. وبنعرف بعدها من مشرف السجن الجديد ان اخطر واحد من الخارقين دول اسمه يوليوس لوب، واللي مشهور بزلوب، وده قدرته انه يقدر يقرا العقول. بس المشرف بيطمنه بيقولوا ان في سجن سان تيبرون بيقدر انه يلغي اي قوه خارقه طول ما هو جوه السجن. وبعدين بيوصل عدد من الخارقين للسجن، وبنشوف ازاي هم بيقدروا يحتجزوهم في السجن بالرغم من قوتهم المفرطه، وده عن طريق انهم بيحطوا حاجه زي الاسوره الحديد في رجليهم، وبتكون متوصله لجهاز تحكم بيقدر انه يبطل مفعول اي قوه خارقه طول ما الاسوره في رجليهم. وبنشوف بعد كده المنتقم وهو داخل السجن وماسك واحد اسمه جيم الاماسي ونازل فيه ضرب من غير سبب حتى، بس لانه عايز يضربه. وعلى الجانب الاخر واحد من السجناء الجدد بيقابل واحد تاني في السجن، واللي بيكون قديم جدا في السجن ده وبقاله 20 سنه محبوس، واسمه هو جوردن تويدي ولقبه هو الموصل. وبنعرف انه ده هو كان اول واحد يستخدم قوه الكهرباء، وانه كان صفقه كبيره جدا، بس لما عدى عليه الزمن سابوه استغلوا قوته. وبحكم خبره جوردن في السجن بياخد الشخص اللي كان معاه في جوله جوه السجن وبيعلمه شويه قواعد لانه مطول هنا، ومن ضمنها انه يخليه في حاله وما يدورش على المشاكل، وانه كمان ما يستلفش اي حاجه من اي حد هنا لان ده هيسبب له ديون زياده. واثناء ما كانوا ماشيين بنعرف ان اسم الشخص اللي ماشي مع جوردن هو دييجو دياز، وبيوصلوا هما الاثنين لمكان في اوضه ومشددين الحراسه عليها واللي فيها زلوب، وبيحذر جوردن دياز من المكان ده وبيقول له ان ده اخر شخص ممكن انك تفكر حتى تقاتله. وبيبدا يفهموا ان كل شخص في السجن ده مش على هيئته الحقيقيه، وان في اشخاص احجامهم اكبر من كده وقوتهم تقدر تمحي السجن ده بالكامل، لكن النولي هي الحاجز الوحيد بينهم وبين قوتهم الحقيقيه، والنولي دي هي الجهاز اللي متعلق في رجليهم والشرطه متحكمه فيه. وبعدين بين المشرف زلوب في اوضه ضلمه لوحده وبيحاكمه، بيقولوا انه لسه مش جاهز للخروج من السجن وسط المجتمع وان القوه بتاعته هتسيطر عليه، لكن زلوب بيرد عليه وبيقول له انه يقدر يتغلب على القوه دي وينزل وسط المجتمع عادي. وده اللي بيخلي المشرف ينزل له ويقول له انه هيخيره بين حاجتين، الاولى انه زلوب يديله كل ثروته سنت سنت، اهو انه يفضل معاه في السجن ده مدى الحياه، وانه هيدمر له عقله ده وهيقضي على قوته خالص. وده اللي بيخلي لوب يقبل العرض ده، هو مضطر، لكنه بيقول له انه لسه عايز شويه حاجات عشان يديله ثروته، والكلام ده بيعجب المشرف جدا وبيديله وقته. وبعد كده بنشوف دياز وهو رايح للمكان اللي فيه الدكتور علشان يلم الزباله، وبيقف مع الدكتوره وبيتكلموا شويه، وبنعرف ان الدكتوره اسمها جوزيف وانها مش حابه خالص انها تخرج من السجن ده لانها حابه كونها هنا. وبتروح بعدها الدكتوره عشان تعمل فحص لزلوب، بتتكلم معاه شويه عن اللي حصل له وعن صحته، لكن اثناء ما كانت بتتكلم بيصحى المنتقم من الغيبوبه وبيخنق الدكتوره وبتفقد الوعي، وبياخد المنتقم آلة حاده وبيحاول انه يقتل زلوب علشان كل اللي عمله في الناس بسبب استغلال عقولهم، وان كل الفلوس اللي جمعها دي كانت من ظلم وقتل الناس، وكل الكلام ده ما حركش زلوب حتى من مكانه. ولما كان بيهجم المنتقم عليه خلاص بيدخل دياز وبيكتف المنتقم وبتعدي على خير. وفي اليوم اللي بعده لما كان دياز قاعد في المطبخ بياكل، بيقابل الموصل واللي بيكون فرحان قوي باللي هو عمله ده، وان اللي هو عمله تسبب في احترام كل واحد في السجن ليه، لان المنتقم ما كانش في حد قادر عليه. لكن بيقاطعهم واحد اسمه داريوس وبيكون انسان ضخم جدا بسبب قوته، وبيعرض على دياز انهم يتمشوا لوحدهم شويه، فبيوافق دياز وبيفضل يمشي مع داريوس لحد ما يوصل للزعيم زلوب.
وبيشكر لوب دياز على انقاذه لحياته، وبيقول له انه عايز منه طلب وهو انه يمسك شيفت في الكافيتيريا بتاعه السجن لانها فيها نفق رصغي. فبيوافق دياز لكنه بيكون مستني مقابل من لوب، فبيرد لوب بكل ثقه وبيقول انه ممكن يخليه صديقها ويديله عدد معين من الفلوس زي ما يحب. وبيرد عليه دياز وبيقول انه محتاج يفكر في الموضوع الاول، فبيوافق لوب وبيقول له ما يطولش في التفكير. وبنشوف في المشهد اللي بعده المشرف وهو واقف مع واحده من المساعدين بتوعه وبيديها شويه نصايح لو هي حابه انها تكون مكانه لما يتقاعد، لكن لما بيطلب منها انها تعمل حاجه في الشغل كانت بترفض، فبتطلع لها ورقتين، واحده تثبت ان هو صاحب منصب المشرف فاللي بعده هيكون من اختياره هو، والتانيه بتشهد على عصيانها المستمر عده مرات للمشرف، فممكن انه يدفعها فلوس كتير جدا لدرجه انها ممكن تبيع كل املاكها عشان تكفي بس الثمن. وبيهددها وبيخيرها بين الاتنين، لكنها في النهايه بتختار انها تسمع كلامه وتعمل اللي هو عايزه عشان تكون مكانه وما تعملش لنفسها مشاكل. على الجانب التاني بنشوف جوردن وهو راح لجلسه الافراج المشروطه عشان يشوف اذا كان يقدر انه يخرج من السجن ويعيش بين الناس تاني كانه انسان طبيعي، فبيساله المشرف اذا كان يقدر يعيش تاني بين الناس، فبيرد جوردن بكل ثقه وبيقول له انه طبعا يقدر يعيش بين الناس من جديد وانه يتعلم من كل اخطائه، وبيقول له كمان ان المكان هنا زي المجتمع، لكن بيرد عليه المشرف وبيقول له هل انت شايف فعلا ان المكان ده مجتمع؟ ده حتى من غير زيارات ولا كلام مع الناس ولا حتى تعليم من الحراس، هنا يبدو لي انك اصلا موجود بالعافيه. لكن بيرد جودر وهو متعصب وبيزعق له وبيقول له انه موجود وانه شخص فعال زي اي شخص في المجتمع، وانه ملوش الحق ابدا انه يستقل بوجوده ولا باعماله، وده اللي بيترتب عليه نفي الافراج المشروط وانهاء الجلسه دي، وبيترتب عليه كمان زياده غضب جوردن لانه قضى 20 سنه كاملين من عمره جوه السجن ده. وفي اليوم اللي بعده اثناء ما كان كل السجناء قاعدين في السجن بياكلوا، عدى داريوس على الترابيزه اللي كان قاعد عليها جوردن واداله حاجه زي الشوكه يقدر بها انه يفتح البول اللي في رجله ويستخدم قوته اخيرا، وطبعا جوردن ما بيصدق، واول ما بتجيله الفرصه بيفك البول على طول، وبتظهر هنا قوته الحقيقيه واللي بتكون جباره حرفيا، وبيموت بطاقه عدد كبير من الناس، وبيبوظ الكهرباء في المبنى وبيروح للمكان اللي فيه بيتعالج الناس، بيبص من الشباك على المكان اللي بره وبيتخيل شكل الحريه، لكنه مش بيلحق لان في الوقت ده بتيجي شرطه وبتضربه من وراه وبتوقعه على الارض وبتفضل تضرب فيه لحد ما تقتله. وبعد كده المشرف بيستدعي دياز عشان ياخد منه معلومات عن صديقه لوب، وبيمشي معاه شويه حلوين لحد ما بيوصل لاوضه شكلها غريب واخطر من اللي محجوز فيها لوب، وبيقول له ان الوقت فيها مش زي الوقت العادي، يعني الدقيقه فيها ساعات والساعات فيها ايام، وبيهدد بالاوضه دي وبيقول له انه لو ما سمعش الكلام وقال له كل اللي بينهم هيوديه الاوضه دي. فساعتها بيرد دياز وهو كله توتر وهو بيقول له ان لوب كان عايزه يساعده في الشيفت بتاع الكافيتيريا علشان النفق، وبعدها على طول بيروح المشرف لزالوب علشان يستعجله، بيقول له انه عارف هو بيحاول يعمل ايه، وانه حتى اتفق مع اي حد من السجن مش هيقدر يوقفه، وان سبيله الوحيد للخروج من المكان ده هو انه ينفذ كل كلام في وقت قصير، وبيقول له انت معاك 24 ساعه بس تكون نقلت كل ثروتك ليه، والا هتموت او هتفضل هنا لحد الموت. فبيرد لوب وبيقول له بكل ثقه ان الموضوع هياخد وقت، وان العدد الكبير ده من الفلوس مش سهل انه يتنقل في 24 ساعه بس، وبيقول له للمشرف انه لسه محتاج شويه حاجات منها باسورد الواي فاي علشان يقدر انه ينقل له كل فلوسه. فالمشرف مش بيكون مصدق نفسه وبيكون فرحان جدا ان لوب عايز طلب بسيط زي ده، فبكل ثقه بيديله الباسورد بتاع الباسورد وهو مش واخد باله انه قاعد قدام اخطر راجل في السجن كله. في الناحيه التانيه بنشوف رجاله الشرطه وهم نازلين النفق عشان يشوفوا المشكله اللي في الكهرباء، وبيكتشفوا ان الطيارات متوصله غلط، فواحد منهم بيجيب حد علشان يصلحها، وقبل ما تمشي ميليسيا وهي دي البنت اللي المشرف كان مهددها من النفق بتتناقش مع واحد من الضباط اللي في الدرجه الاولى على مين اللي هيمسك مكان المشرف لما يتقاعد، وان الموعد بتاع التقاعد قريب جدا، هو بيقول ان المكان ده نادي رجاله وهنا ما ينفعش واحده اللي تكون ماسكه المكان، لكنها مش بيعجبها الكلام ده، وبيقول له انها بقالها كتير في المكان ده وعارفاه اكتر من اي حد، وانها متعلمه ازاي تمسك المكان ده، وتقريبا ما فيش قرار المشرف خده الا وهي معاه وايده اليمين فيه، فمش بيكون موافق هو كمان على الكلام ده، وبعدين بتسيبه ميليسيا وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بيكون زالوب قاعد بيحاول انه يخترق الشبكات ومنها يقدر يفتح بولي من كل المساجين ويوصل لهدفه، بس للاسف هو ما كانش عارف الباسورد، لكنه لما بيجرب نفس باسورد الواي فاي بتنجح وبيقدر انه يفتح بولي من كل المساجين، واول ما ده بيحصل بيكون في 4 رجاله هدفهم انهم يخلصوا على المنتقم لانه مسبب لهم مشاكل، وبالفعل على طول بتظهر قوتهم، واللي هي الاول منهم كله جسمه مليان حجري ومقاوم للرصاص، والتاني كان بيطلع ليزر من عينه وبيسيح بيه جلد اي بشر طبيعي، وغيرهم من القوات الخارقه والغريبه في نفس الوقت. بيفضل ابقى جسم حجري يحارب مع المنتقم لحد ما بيقرب المنتقم انه يموت، فبيهرب منه وسط الزحمه، فبيقرر انه يروح ورا الضابط اللي هو من الدرجه الاولى انه هو اللي هيمسك المشرف بعد المشرف الحالي، فالضابط بيفضل يجري منه وبينزل النفق،
وبيستخبى هناك، لكن الوحش ده بيعرف انه نزل تحت فبيقرر هو كمان ينزل تحت وراه. ولما الوحش قرب لمكان الضابط بالغلط الضابط وقع حاجه جنبه عملت صوت، فالوحش راح جري على مكانه، لكن الضابط كان سرق البدايه وقدر انه يطلع في مواسير التهويه اللي فوق. وبعدين الوحش عرف هو كمان مكانه للمره الثانيه، لكن الضابط المره دي ما ادالوش فرصه وكسر انبوبه الغاز، وده اللي خانها الوحش شويه واخره. وفي نفس الوقت راح الضابط مكهربه لحد ما مات. وفي نفس الوقت الضابط ما كانش عارف يعمل ايه علشان يوقف الهجوم ده، فقرر انه يسال ميليسيا، فقالت له انه لازم يوقف المحلول الرئيسي ويشغله تاني عشان البولت تشتغل تاني وتوقف قوتهم دي. وفي الوقت ده في الناحيه الاخرى بيكون المشرف قاعد بيتكلم مع زالوب، بيقول له اخلص من الشغل ده وهات الفلوس بسرعه. لكن بيرد زالوب رد بيفاجئ المشرف وبيقول بكل ثقه ان كل اللي حصل ده كان يستحق فعلا العناء. لكن المشرف بيفكر ان لوب قاعد يهجص وبيقول اي كلام لحد ما بيقول لزالوب التاب، لكن المشرف مش بيكون فاهم قصد زالوب لحد ما بيقول له ان اليوم هو يوم الدفع لكل الناس اللي في السجن، وانه دفع للناس اللي كانت في الحوش. وبيفهم المشرف غلط وبيقول ان الباسورد بتاع الواي فاي هو نفسه بتاع البرمجيات وهو برضه بتاع الامن، وده اللي مكن زالوب من فك نظام الامان والحمايه بتاعه المكان كله. وبيقول المشرف لزالوب انه ورط نفسه معاه حتى لو مش هياخد اي حاجه، فهو ورط نفسه معاه هو مش هيسيبه ويمشي، وهو حتى مش مهتم باللي بيحصل بره ايا كان اللي بيحصل. وبيقول المشرف لزالوب ان العربيات اللي بتنقل ثروته بدات بالفعل تتحرك، وانه كده كده هياخد منه الفلوس مهما حصل. وبيساله ايه رايك بقى يا لوب، لكن لوب بيصدمه كالعاده وبيبتسم، وده اللي بيصير في دور المشرف. فبيساله هو ليه بيضحك بعد كل ده رغم ان هو اللي خسران، فبيقول له لوب ان الجواب بسيط جدا زي كمشرف وبيسخر منه، وده اللي بيغضب المشرف وبيخليه يزعق له. وبيقول لوب للمشرف بكل بساطه انه يعرف حاجات المشرف ما يعرفهاش، لكن المشرف بيعترض وبيقول انه مش عارف اي حاجه وانه بيقول اي كلام وخلاص. وبيتكلم المشرف وبيقول لزالوب راهن انك فكرت نفسك ذكي عشان كل اللي انت عملته ده، بس اللي انت ما تعرفوش اننا هنا عندنا فائض من كل حاجه، وان مخدمات الضوء لسه شغاله زي ما هي، وانك ما عندكش فرصه قدامنا. فبيرد لوب بكل ثقه وبرود وبيقول له انت صح ومعاك حق كمان، وبيقول المشرف زمانتك لسه يتاكل المسحوف الاكل اللي بيتقدم لك هنا صح. لكن لوب بينفي كلامه ده وبيقول له انا ما اكلش اي حاجه من القرف ده من ساعه المحاكمه بتاعه الافراج المشروط. وبيساله وبيقول له انت بتحب السحر، فبيرد المشرف بكل بساطه بيرد وبيقول له ايوه انا بحب السحر. لكن بيدخل لوب المفاجاه اللي بعدها وبيقول للمشرف انا معاك وما حدش غيري يعرفها. لكن بيتعصب المشرف وبيقول له انا عارف كل حاجه عنك، وبعدين هي الكل ما حدش يعرفها دي، انت شكلك بتكذب. وفي الوقت ده بتطفي مخدمات الضوء بتشتغل الانذارات، وده اللي بيوتر المشرف جدا لانه بدا يصدق ان لوب عنده قوه مش عند اي حد فعلا. لكن المشرف بيلحق نفسه وبيضرب لوب بالبوكس في وشه اللي بيخليه يغمى عليه، وبيقول لهم يأيدوه من جديد علشان ما يستخدمش قوته تاني. وهنا بيعرف المشرف انه غلط غلط كبير جدا، فبيكلم واحد من المساعدين بتوعه علشان يجي ياخده من المكان ده بسرعه. واول قرار بيقرره بعدها هو انه يدخل لوب في المكان اللي الوقت فيه بيكون متاخر كعقاب ليه. ولما بيكون المشرف في طريق مكتبه بيقابل ميليسيا وبتكلمه بسخريه وبتكون مستغربه من كونه لسه حي، وبتقول له بسخريه تاني انها كانت قلقانه عليه. فبيضحك المشرف وبيقول لها جربي تقولي اللي انت قلتيه تاني بس باحساس اكتر وانا هشتري ليكي تذكره لهوليوود. وبعدين بيتكلموا جد وبيقول لها تشرح له ايه اللي حصل، فبتقول له انها كان لازم اقفل النظام وتشغله تاني علشان الكاميرات تشتغل، وانها كانت شغاله على المولدات الاحتياطيه. وبيقول لها زمان الظابط اللي من الدرجه الاولى واللي اسمه برودي، فبتقول له مين قال لك انه في غرفه المولدات، وبتكون مستغربه فبيجاوبها وبيقول لها ان دي كلها استنتاجات وانها لازم تعملها لما تكون هي المشرفه. وبتقول له زمان برودي هيموت من الفرحه دلوقتي، وبيقول لها ما تشيليش هم لانك انت اللي بقيت المشرفه دلوقتي. وبيتقاعد المشرف الاول وبتحامل لسه حلمها، وبيقول لها انه عنده ثقه كبيره فيها وانها بتعرف تعمل قوه حلوه برضه. وبعدين بيروح دياز للدكتور علشان يعرفها انهم هينقلوه خلاص وانه بقى عادي يعيش مع الناس الطبيعيه زي الاول، وبيعرض عليها تطلع معاه لكنه بتكون حابه المكان ومش عايزه تطلع منه. وبيقرر برودي انه يسيب الشغل هو كمان، وبتوصل الفلوس بتاعه لوب للمشرف القديم وهو بيبدا يصرفها وبيسافر وبيسيب البلد خالص وبيروح لسويسرا. وهنا بيخلص فيلمنا.